في سنة 2012 وتحديدا في شهر 6 طلع خبر غريب جدا من نوعه. خبر بيقول ان عالم العربيات هيتغير بالكلية. اول عربية كهرباء في التاريخ مقدمة من شركة تسلا، ومن ساعتها والمعركة اشتغلت ولحد النهاردة لسه ما خلصتش. هو ده مستقبل العربيات؟ يعني هو ده الاحسن ولا الطبيعي هو الاحسن؟ طب ايه الاوفر؟ طب ايه الامن؟ وهل العربيات الكهرباء دي تقدر اصلا تنافس عربيات البنزين، او بمعنى تقني تقدر تنافس عربيات الاحتراق الداخلي؟ يفضل السؤال ايه الفرق، والاهم ايه الافضل ما بينهم، ولا مفيش فرق اصلا والاتنين زي بعض؟ في وسط كل اللي بيحصل ده، واحد صاحبنا اسمه سامي فولت قرر يجرب موضوع الكهرباء، بل انه عجبه كمان وشاف مستقبل العربيات فيه. قام كلم صاحبه رامي اوكتان علشان يوريه المستقبل بعينه. رامي ده من عاشقين العربيات البنزين، ومش معترف اصلا انه ينفع يركب عربيه كهرباء، والمواجهه ما بينهم بتمثل الكونتراست اللي ما بين الناس في العالم كله. اهلا بيكم، انا خالد جاد، وخلينا نشوف ايه الاحسن، الكهرباء ولا البنزين. سامي مقتنع بقوة إن العربيات الكهرباء أحسن من العربيات البنزين 100 مرة بسبب صوتها الهادي وكمية التكنولوجيا اللي موجودة فيها، وبيحاول يقنع صاحبه إنها أكتر استدامة. من ناحية تانية رامي برضو متمسك جدا بعربيته البنزين. اسمع كده الصوت ده، بيزغزغ القلب من جوه. ده كان كلام رامي المتحمس لعربيته عشان يوري صاحبه الفرق ما بين عربيات البنزين والكهرباء، ناهيك عن إنها عمرها ما خيبت ظنه فيها ولا في قوتها اللي بتخليها تطلع من أي عربية ماشية معاها في الطريق. في النهاية الاتنين قرروا يطلعوا مع بعض رحلة طويلة متوقع يمشوا فيها بتاع 200 أو 300 ألف كيلو، هيزوروا فيها مدن ويلفوا بلاد كتير. وكانوا حيرانين يا ترى يطلعوا بعربية مين فيهم، وكل واحد قاعد بقى يعدد في المزايا بتاعت عربيته وعيوب العربية التانية، لحد ما قرروا يطلعوا بعربياتهم هما الاتنين ويستغلوا الرحلة دي مين على أرض الواقع اللي هيكسب في المنافسة وهيثبت إن عربيته هي الأفضل. وبدأت الرحلة. طبعا كانت اول حاجه خلت سامي فولت عينه تلمع ان الموتور بتاعه تحت جسم العربيه مش في الكابوت زي اغلب عربيات البنزين، فقدر يستغل المساحه دي كمكان تخزين اضافي عن عربيه رامي اللي يا دوبك عرف يشيل 3 شنط بالعافيه في شنطه العربيه. وبدات الرحله مع اول ضوء للشمس. وقف سامي ورامي عند خط البدايه وعربياتهم جاهزه ومستعده للرحله. مع ابتسامه ثقه راح سامي فولت يركب عربيته الكهرباء، وبكام لمسه كده على التابلت اللي قدامه قام مشغل العربيه وفتح التكييف وشغل موسيقى هاديه عشان يبدا الرحله، وكل ده بيحصل في هدوء تام. رامي طبعا قال لك ايه اللي بيحصل ده، مفيش صوت ولا كده ولا فوم فوم ولا اي حاجه من الحاجات دي بتحصل. واول ما دور على العربيه الجيران صحيت من قوه صوت الموتور وبدا يشوف الصوت ده جاي منين، وقام باصص لعربيه سامي كده بصه قرف واستضعاف واستنكار انها هتقدر تستحمل الرحله دي اصلا. ومع اول كيلو مشيوه بدا كل واحد فيهم يتخيل شكل الرحله بعربيته، وايه الصعوبات اللي ممكن يواجهها في الرحله الطويله دي، وازاي هيستغل الميزه التنافسيه اللي بتميز عربيته علشان يتغلب بيها على التاني. مع كل منعطف في الطريق كانت الرحله بتتكشف قدام سامي ورامي، وبترسم احداث كتير بتخلي كل عربيه فيهم في موقف احسن من العربيه التانيه. سامي ماشي بالتسلا بسلاسه كبيره بين المناظر الطبيعيه، وقوه الدفع الصامت يا دوبك صوت الكاوتش على الاسفلت بيعمل حاله مميزه من التكامل بين التكنولوجيا والاستدامه، ومفيش حاجه ممكن تبوظ الحاله دي. لا محتاج يقف في مراكز صيانه كل شويه ولا محتاج يغير زيت واللازم منه. ومع الهدوء والطمأنينة اللي هو عايش فيها دي قطع حبل أفكاره صوت موتور عربية رامي وهو بيخطف منه الطريق، اللي كان مستمتع بصوت الموتور اللي بيحسسه بالقوة والسيطرة. بس ده طبعا ما نساش رامي إنه بيكافح علشان يوفي متطلبات ال 300 حصان بتوعه. كل 10,000 كيلو محتاج يدور على مركز خدمة يغير زيت وفلاتر ومرة بوجيهات ومرة سيور ومرة مية تبريد وتيل وطنابير وكل اللي يخطر على بالك، ناهيك عن اللي بيخليه يقف بشكل متكرر عشان يعمل الصيانات الدورية. إزعاج بسيط لكنه متراكم سواء من حيث الوقت أو الفلوس اللي بيدفعها. بس رامي كان مستمتع بالسرعة والقوة، وأهم حاجة عنده الصوت. فضل سامي فولت ماشي مع رامي اوكتان لحد ما لقى جزء من الطريق بتاع 8 حارات كده، والطريق شكله مغري جدا لاستعراض قوة كل عربية فيهم، ويشوفوا مين اللي عربيته هتفوز في سباق السرعة والقوة. كل واحد فيهم كان متحمس جدا للسباق ده. سامي مسك الدركسيون بقوة وبكام لمسة كده على التاتش سكرين خلى العربية على سبورت مود وفتح طاقتها بالكامل، وفي لحظة اتحول المحرك الكهربائي الهادي إلى وحش من الطاقة الخام بتخلي العربية تنطلق بقوة كبيرة وبتسرع بشكل عنيف. وساب وراه رامي يا دوبك شايف شنطة العربية، لكن رامي طبعا ما استسلمش للفرق في الطلعة وقام مسقط نقلة ورفع الار بي ام علشان يقلل الفرق. ومع زيادة السرعة بدأ فعلا يقلل الفرق ما بينهم ويحصل سامي على الطريق. بس في اللحظة دي اعترف رامي ان العربيات الكهرباء قوة لا يستهان بيها، وانها منافس قوي جدا لأسرع عربيات البنزين. لكن مع اندفاع العربيات بالسرعة العالية دي والار بي ام طبعا اللي منزلش عن 6000 لفة في الدقيقة، الاتنين طلع لهم نوتيفيكيشن انهم لازم ولا بد يطلعوا على اقرب بنزينة في التو واللحظة. لكن للأسف لقوا قدامهم الطريق الرئيس مقفول ومضطرين غصبا عنهم يمشوا في الطريق الفرعي. وفي الوقت ده سامي بدأ مستوى القلق عنده يعلى ويجيله شعور بالخوف مع كل دقيقة بتمر زيادة ومستوى البطارية بينزل. عقله بيقوله ممكن ما يلاقيش محطة شحن علشان يشحن عربيته،
لكن رامي على الناحيه التانيه وبالرغم انه بيمر من نفس الظروف كان عنده ثقه ان محطه البنزين موجوده في كل مكان. وبالفعل وهم ماشيين رامي لقى كده محطه بنزين متواضعه في الطريق الفرعي، وقدر يفول عربيته في دقايق ورجع تاني على الطريق بكل قوه. في حين ان سامي لسه مش عارف هيكمل الطريق ازاي وهيعمل ايه لو العربيه زيها كده زي الموبايل فصلت شحن. طبعا رامي علشان صاحب جدع بالرغم ان سامي علم عليه في اخر سباق، لكنه قرر يساعده وفتح جوجل مابس وقدر يدور مع سامي على محطه الشحن. لكن للاسف لقى اقرب محطه على بعد 100 كيلو، والشحن المتبقي ما كفهمش يوصلوا المحطه دي. وهنا بدأوا يقرروا انهم لازم يدوروا على مكان قريب يبيتوا فيه علشان يعرفوا يشحنوا عربيه سامي بالشاحن العادي، واللي هو الشاحن اللي بيحتاج ان العربيه تتساب عليه لمده لا تقل عن 8 ساعات كاملين. وده طبعا على عكس محطات الشحن السريعه اللي ممكن تشحن العربيه فول تشارج تقريبا في 45 دقيقه. وبالفعل لقوا فندق قريب وبيتوا الليله دي هناك، حتى لو كان غصب عنهم على طريقه المضطر يركب الصعب. وفي الوقت ده بدأ سامي فولت ورامي اوكتان يفكروا تاني بمنطقيه بعيدا عن الايجو وحب كل واحد منهم لعربيته، وبدأوا يسألوا نفسهم هو ايه الافضل يا ترى وايه الاهم؟ هل الاعتماديه اهم ولا العزم والتسارع ومصاريف الصيانه الاقل؟ ولا يا ترى متعه القياده هي الاساس وما ينفعش نستغنى عنها؟ واستمرت الاسئله دي تدور في دماغهم لحد الصبح. لما صحوا الصبح سامي بدأ يقرر انه لازم يعمل بلان للطرق اللي هيمشي فيها، ومش هينفع يعتمد على افتراضاته ان البنيه التحتيه اتطورت في كل مكان، وان محطات الشحن انتشرت بالفعل واتوفرت في كل حته وبالضروره هيلاقي مكان هيشحن فيه، وطبعا كل ده عشان ما يتحطش في الموقف ده مره تانية. ومن هنا بدأ سامي يدور على النت ايه ممكن يعمله لو العربيه فصلت منه شحن في الطريق. وبالفعل لقى شاحن طوارئ كده عباره عن بطاريه بورتبل بتستخدم في وقت الازمات دي، وممكن تقدر تمشيه كده بتاع 40-50 كيلو لحد اقرب محطه شحن اللي هو يا حلاوه. وكان اول هدف لسامي انه يروح يشتري شاحن الطوارئ ده عشان يكون معاه في الرحله تحسبا لاي ظرف تاني ممكن يتعرض له. وتعدي الايام وسامي ورامي لف كل البلاد اللي كانوا عايزين يروحوها وبداوا رحله العوده. وهنا اكتشف سامي ان بطاريه العربيه محتاجه صيانه، لكنه اتفاجئ من ان سعر البطاريات غالي جدا، وحس انه استثمار كبير انه يغير كام سلك كده باظوا في الرحله دي. لكن مش بس ده اللي كان شاغل باله، لانه برضه مش عارف العمر الافتراضي اليوم قد ايه، وده طبعا حاجه مستحيل تعديها وانت بتفكر في السعر الاجمالي لاقتناء العربيه كهرباء. ومع اقتراب نهايه رحلتهم اتغير الكلام ما بين سامي ورامي وبقى عقلاني اكتر. الكلام بقى في سكه ان مفيش عربيه كامله بالكليه، وان كل حاجه ليها نقط قوه ونقط ضعف، بس كل الفكره انت محتاج ايه وعايز تستخدمها لايه بالظبط. زي مثلا هل انت من الناس اللي بتسافر كتير؟ هل بتطلع اوف رود؟ ولا انت مسافاتك قصيره بتتحرك جنب البيت وهكذا. ولما رجع بقى سامي ورامي من رحلتهم الطويله دي اللي استمرت لشهور، اللي مفيش فيها غير لف بالعربيه وجري على الطريق، لقوا ان كل واحد فيهم كسر بتاع 200 الف كيلو مستريح. فقالوا بقى بالمره ما تيجي نشوف سعر اعاده البيع على الكيلوات العاليه دي عشان يبقى جبنا اخر التجربه. سامي فولت لقى عربيته تسلا ما تاثرش سعرها كتير بعدد الكيلوات، لان عمر الموتور الكهرباء ممكن يوصل لمليون كيلو. بالاضافه بقى ان العربيه ما فيهاش ولا كاوتش باظ ولا رابر اتشقق نتيجه الحراره اللي بتطلع من الموتور والشكمان، بخلاف انه طبعا ما فيهاش خراطيم تبريد والحاجات دي كلها، واللي بطبيعه الحال ليها عمر افتراضي وبتاثر بشكل كبير مع عدد الكيلوات. لكن على الناحيه التانية رامي اوكتان واجه صعوبه شويه، لان السوق عامه بيدور على العداد القليل وخصوصا العربيات البنزين، لان الموتور بتقل كفاءته بشكل كبير مع كل كيلو بيتقطع بالعربيه، وبيحتاج عمره بقى بعد كده وقصه كبيره، والكلام ده بالاضافه لباقي منظومه البنزين. وفي النهايه لو انت مستنيني اقول لك انهي واحده افضل تبقى غلطان، لاني عمري ما هعرف اقول لك. انا بس هديك معطيات وانت اللي تقرر بقى على حسب ايه، حسب استخدامك واحتياجاتك. دي المفاتيح اللي هتقول لك انت عايز ايه بالظبط. وما تنساش مفيش حاجه كامله، كل حاجه ليها مزايا وعيوب. الشطاره في اكتشافك ومعرفتك لاحتياجاتك، وطبعا فوق كل ده امكانياتك. وقبل ما نقفل اكتبوا لنا في التعليقات انت هتختار انهي عربيه فيهم. وبس كده، ده كان كل حاجه معانا في حلقه النهارده. لو الحلقه عجبتك ما تنساش اللايك والشير، وقول لنا نحب نعمل لكم مقارنه ما بين ايه وايه في الحلقات اللي جايه. سلام.